لو فاكرة إن الخميرة العادية زي الساور دو، الفرق بينهم هيغير الخبز وهيغير حياتك. بصي بسرعة كده، الخميرة العادية هي الانستنت يست، هي خميرة جاهزة وسريعة بتخلي العجينة تخمر في ساعة أو 2 وبس كده. أما الساور دو فهو مختلف تماما، دي خميرة طبيعية زائد بكتيريا مفيدة، وبيحتاج وقت أطول عشان يخمر، وده اللي بنسميه اللونج فيرمنتيشن. ببساطة ومن غير كلام كتير، الخميرة العادية بتساوي خبز سريع بس طعمه عادي وبيعمل مشاكل في الهضم. أما الساور دو طعم أعمق زائد هضم أسهل زائد قوام أحلى بكتير. وكمان الساور دو بيساعد ناس كتير جدا عندها حساسية من الخبز، وده ليه؟ لأنه بيكسر جزء من الجلوتين أثناء التخمير. لو حابة تتعلمي الساور دو خطوة بخطوة، اكتبي لي في الكومنت، أو تابعي كل تلات تيوزداي تيب جديد.